بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم في قناة عائلة سليم باشا. طبعا يا جماعة احنا كنا خارجين احنا والأولاد، فشفنا المنظر الجميل ده فقلنا ايه نشارككم المنظر الجميل ده معانا. واحنا راجعين الأولاد كانوا عايزين ياكلوا كريب، فقلنا طبعا مش هنشتري حاجة من الشارع، فإن شاء الله قلنا نروح بسرعة بسرعة عشان نعمل لهم وصفة جميلة وسهلة. فيلا بينا نعمل وصفة الكريب النهاردة. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا جماعة هنعمل لكم وصفة جميلة وسهلة. هنعمل كريب. طبعا يا جماعة أولادنا كلهم بيحبوا الكريب، بس طبعا احنا بنبقى متخوفين من الكريب بتاع الشارع علشان طبعا العجينه بتاعته عشان النظافه. وكمان الفراخ دايما بتبقى فراخ مجمده. فان شاء الله باذن الله النهارده نعمل لكم وصفه الكريب بعجينه سهله وجميله وغنيه. فيلا بينا كده نبدا. معانا عجينه الكريب بتاعتنا النهارده. معانا يا جماعه كوبايتين دقيق وكوبايه لبن كوبايه ميه، ومعانا 3 معالق زيت، نص معلقه سكر، ورشه ملح ورشه فانيليا. طبعا يا جماعه الميه بتبقى قد الدقيق، لو كوبايتين هيبقى كوبايتين. يلا بينا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ننزل بالمية بتاعتنا. معانا خلاط اهو، ننزل بالمية وعليه كمان كوباية اللبن. هنبدأ ننزل بالدقيق. بصوا يا جماعة كلكم تصلوا على النبي في التعليقات وتدوسوا لايك وتشيروا القناة لأصحابكم وحبايبكم عشان يوصلكم مننا كل جديد. هننزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا معانا 3 معالق زيت برضه هننزل بيهم، وهنبدأ يا جماعة نضرب الخليط بتاعنا ده كويس ونرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط. يا جماعة الخليط بتاعنا كويس في الخلاط. هنبدأ طبعا نصفيه عشان لو فيه أي تكتلات أو أي حاجة، بس احنا طبعا هنا مفيش تكتلات معانا عشان احنا ضاربينه كويس. وكمان كان ممكن نضيف بيضة ومعلقة خل، بس احنا مش حابين طبعا، فاكتفينا ان احنا ايه نحط المكونات دي بتاعتنا. فطبعا صفينا زي ما انتم شايفين مفيش أي تكتلات، العجينة طالعة ما شاء الله جميلة. معانا طبعا طاسة فيها رشة زيت. هنبدأ نعمل العيش بتاعنا بتاع الكريب. يا جماعة على النار هننزل بلفتين الزيت بتوعنا، وهنبدأ ننزل دلوقتي بعجينة الكريب. بس يا جماعة يا ريت كنتوا بتنزلوا بالعجينة يبقى أسرع عشان ما تعملش أي تكتلات معانا خالص. أول يا جماعة ما تشمع هنبدأ نقلبها الناحية التانية. ما كان شكل العجينة بتاعتنا بعد ما قلبناها على الجنب التاني دي شكل عجينة الكريب. نكمل باقي العجين بتاعنا ونرجع لكم تاني عشان نعمل الحشوة وندوق مع بعضينا ونجرب ونقول الطعم عامل ايه. كان عجين الكريب بتاعنا بعد ما عملناه. طبعا احنا عملنا الأول كان في الطاسة فكان حجمه صغير، فابتدينا نشوف طاسة أكبر علشان يوسع معانا ونضاعف الكمية. فيلا بينا يا جماعة كده نعمل الخلطة بتاعتنا، الحشو اللي هنعمله النهاردة. يا جماعة نبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا اللي هنحطها جوه الكريب. معانا نص كيلو بانيه ستريبس، احنا طبعا قطعناه ونقعناه في ملح ودقيق وحطينا عليه ليمون. هنبدأ ننزل بيه كده. ومعانا نص كوباية مية. نحط الأول البهارات بتاعتنا. طبعا البهارات عبارة عن ملح، توم باودر، ومعانا بابريكا، وبهارات فراخ، ومعانا فلفل أسمر. هننزل بالتوابل كلها كده يا جماعة. نص كوباية المية، ومعانا نص كوباية الدقيق. هنبدأ يا جماعة نقلب الخليط بتاعنا ده كله كويس علشان الفراخ بتاعتنا تتشرب منها كويس. طبعا يا جماعة الفرق بين الحاجة اللي بتتعمل في البيت وحاجات المطاعم الحاجات الجاهزة، إن البيت بتبقى فيه نظافة، يعني الحاجة بتبقى نضيفة والحاجة بتتعمل قدامنا فبتتعمل كويسة وبتبقى جميلة بإذن الله. طبعا يا جماعة بعد ما نقلب كده كويس هنسيب الخليط بتاعنا ده في التلاجة من نص ساعة لساعتين، وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ نرجع علشان نعمل بقى الحشوة الجافة بتاعتنا. الخليط بتاعنا الحشوة بتاعت الكريب النهاردة بعد ما قعد في التلاجة لمدة نص ساعة. هنبدأ دلوقتي نعمل الحشوة اللي هي الجافة بتاعتنا. معانا كوبايتين دقيق، ومعانا ربع كوباية نشا، ومعانا بقسماط يا جماعة نص كوباية بقسماط،
طبعا نفس التوابل اللي احنا حطيناها في الحشوه بتاعه الكريب بتاعنا، هي نفس ايه، نفس التوابل هنحطها برضه عشان نعزز الطعم. ونبدا نقلب يا جماعه كله كده كويس. طبعا يا جماعه التتبيله دي اللي احنا هننزل فيها البانيه بتاعنا قبل القلي. هنبدأ يا جماعة نسخن الطاسة بتاعتنا على نار فيها زيت، ونحمر البانيه بتاعنا في زير غزير، ونرجع لكم تاني علشان نخلص نكمل الوصفة بتاعتنا النهاردة. الستريبس طبعا، ومعانا الخلطة الجافة، ومعانا الزيت طبعا على النار. فهنبدأ نطلع كده ونسقط الخلطة الجافة بتاعتنا. طبعا هنقلب كويس يا جماعة علشان نضمن إن الستريبس بتاعنا يتشبع من الخلطة. طبعا انتوا لو عايزين تضعفوا الكفر ده أكتر، مية ساعة كده وبتنزلوا فيها وبعدين ترجعوه تاني في التتبيلة. طبعا احنا بنعمل كده ايه علشان نضمن إن الفراخ بتاعتنا تتشبع من الخلطة. طبعا الخلطة دي فيها التوابل بتاعتنا. هنعمل كده لمدة مثلا دقيقة أو حاجة، 10 مرات مثلا. طبعا يا جماعة ده شكل الفراخ بتاعتنا. معانا طبعا الطاسة نار سخنة، وهنبدأ ننزل بيها. هنعمل يا جماعة الكميات بتاعتنا كلها ونرجع لكم علشان نبدأ نحشي الكريب بتاعنا. يا جماعة شكل الستريبس بتاعنا بعد ما اتحمر في الزيت، هنبدأ طبعا نجيبه ونقطع كده. طبعا يا جماعة الأكل دي كل اللي احنا بنعمله ده هو 8 كريباية أو كريبايتين من بره. طبعا احنا الهدف من القناة بتاعتنا إن احنا بنعمل كل حاجة موفرة واقتصادية، فاحنا عملنا النهاردة عدد كبير من الكريب وبسعر موفر وكمان نضيف جدا يا جماعة عن الشارع. وطبعا انتوا عارفين إن الكريب بيبقى حاجات مجمدة، دي حاجات فريش يا جماعة، ده بنفرش ده. هنبدأ يا جماعة نفرد دلوقتي الكريب بتاعنا معانا اهو. يا جماعة دلوقتي نعمل الحشوة بتاعتنا. معانا طبعا عجينة الكريب، ونبدأ نعمل مثلث كده، وننزل بقى بالحشوة بتاعتنا يا جماعة. معانا بصل، ومعانا هنا خس، وفي يا جماعة طماطم برضه، نحط طماطم وننزل بالستريبس بتاعنا. طبعا هنا في يا جماعة الفلفل الحامي، اللي حابب يعمل حامي أو حاجة مشطشطة سبايسي بحط فلفل. وهنحط في الآخر خالص كاتشب معانا. هنبدأ يا جماعة نقفل الكريبات بتاعتنا. يا جماعة طاسة فيها زيت على نار سخنة، هنحمر الكباية بتاعتنا ونرجع مع بعض عشان ندوق ونجرب ونقول رأينا ايه في الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا جماعة كان الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا بصراحة حاجة عظمة وطلع تحفة وجميل. بصراحة أنظف من المحلات وأحسن، وكمان يا جماعة اقتصادي وموفر جدا. ده شكل يا جماعة الحشو النهاردة والكريب بتاعنا. بصراحة حاجة يا جماعة يعني حاجة فريش وجميل جدا. فيلا كده يا جماعة ندوق معانا ونجرب ونقول رأينا ايه. معانا يا جماعة النهاردة روزان هتدوق معانا وتقول لنا رأيها ايه. اتفضلي يا روبي. ومعانا ريماس كمان هتدوق وتقول لنا رأيها ايه. اتفضلي يا ريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة يا جماعة حاجة جميلة وعظمة. لو وصلتوا معانا اللحظة دي في الفيديو، يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات، واستنونا في فيديوهات جديدة.